السلام عليكم، معكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل البيض بالطماطم. البيض بالطماطم بتاعنا النهارده ما شاء الله هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وخفيفه. هنعمله بدون بصل عشان يبقى خفيف على معدتنا. ينفع في فطار، ينفع في غدا، ينفع في عشاء، يعني حسب الوجبه بقى اللي هناكله فيها. نحط مع بطاطس محمره، جبنه على طماطم، فول، طعميه. نعمل وجبه غذائيه متكامله. تنسوش يا حبايبي بقى الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميلة. وقبل ما نبتدي هنسمي الله وهنصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب بقى الطاسة بتاعتنا، وهنجيب بقى نحضر ايه الطماطم. احنا هنعمل البيض بطماطم بتاعتنا اهي فريش. هنقطع 4 طماطمات، 5 طماطميات، حسب الايه البيض اللي هتعمليه. انا هعمل 4 بيضات، وهحط فلفلين رومي كبار. ولو عايزه تحطي بقى زودي الكميه وتحطي فلفل الوان كمان حطي. لكن انا بكتفي بفلفل الاخضر، بيخلي طعمه حلو تستعيلي. ولو حباه يبقى سبايسي وحراق هتحط قرن فلفل حامي. تمام. وطريقته سهله، مفيش اسهل من كده. ما عندكيش اكل ومحتاره تعملي فطار ولا غدا ولا عشاء، مفيش اسهل من كده. ونروح بقى حاطين بقى الزيت بتاعنا، ومعلقه سمنه. والزيت والسمنه ده بقى اختياري. عايزه تعمليه سمنه بس تعمليه، زيت بس تعمليه، ميكس زي ما انا عامله كده. يعني حسب ظروفك الصحيه، حسب ظروفك الاقتصاديه، اللي انت مناسب ليكي هتعمليه بيه. تمام. وهتسيح الزيت مع السمنة، وتحطي بقى الطماطم بتاعتنا كده. انا حطيت 4 طماطميات، لو عايزة زودي طماطمية كمان زوديها، مش مشكلة. وطبعا البيض حسب ان انت حدد افراد الاسره. يعني انا عامله 4 بيضات، ممكن تعملي بقى انت 5 6 بيضات. تقللي الكميه عن كده 3 بيضات، يعني حسب رغبتك انت. تمام. يعني الطاسه دي ما شاء الله انا عامله فيها 4 بيضات، بس هي ممكن تشيل لحد 6 بيضات. انا طاسه كبيره اهو ما شاء الله. عايزه برضك تزودي الفلفل الاخضر زودي. يعني الحاجات دي كلها بتعلي التست وبتدي ايه، بترفع القيمه الغذائيه للبيض. يعني هو كله فيه خضروات، طماطم، الفلفل الاخضر غني. الفلفل الاخضر ده غني بالكالسيوم وغني بالفيتامين ايه. يعني وجبه غذائيه متكامله. والبيض طبعا بروتين، يعني بديل اللحمه. واحنا في المدارس دلوقتي محتاجين حاجات قيمتها الغذائيه مرتفعه لاولادنا. وفي نفس الوقت هم ساعات بيقرفوا من اكل البيض على طول مقلي او مسلوق، او اومليت يعني. لكن بطماطم كده بتبقى ايه وجبه غذائيه. هنحط التوابل بتاعتنا بقى: كزبره، بابريكا، كمون، ملح، نص معلقه من كل حاجه. وحابه تزودي الملح او تنقصيه حسب رغبتك. تمام. انا هحط فلفل اسود، بس انا بفضل بحطه لما اجي احط البيض، ما بحطوش في الاول مع التوابل. واسيب بقى التوابل بتاعتنا والطماطم بتاعتك كانت ناشفه شويه، ممكن تزودي كام معلقه ميه كده عشان ايه الطماطم بتاعتنا تتسبك. انا قطعت الطماطم مكعبات صغيره. عايزه تعمليها بالمبشره بتاعت البصل اعمليها. يعني حسب ايه، حسب مزاجك وحسب يعني انت عايزه تعملي ايه وبتحبي ايه. بس اسهل طريقه اللي هي نقطعه مكعبات كده. وهنسيبه لحد ما يتسبك كده، ورشه سكر صغيره جدا عشان نعادل الحموضه بتاعه الطماطم. انت ممكن تحطي فيه صلصه بس هيبقى تقيل. انا عايزه بيض بالطماطم طعمه حلو وخفيف. الصلصه هتخليه محطحط شويه. لكن الطماطم انا اكتفي بالطماطم. لكن لو انت عملتيه بصلصه بس خلاص مش هتحطي طماطم. آه هنجيب بقى ال4 بيضات، نعمل 4 بيضات. هنكسرهم كده بس بعد ما الطماطم بتاعتنا اتسبكت وزي الفل. واكسر البيض بتاعي اهو في الطاسه. قلت لكم الطاسه دي ما شاء الله اللهم بارك كبيره، يعني ممكن تشيل لحد 6 بيضات. يعني انت حسب بقى عدد افراد الاسره بتاعتك بقى. ماشي اهو. وتروحي حاطه بقى ايه البيض بتاعنا، ونحط بقى رشه فلفل اسود. آه على البيض بقى. انا ما حطيتش الفلفل في الاول اصلا خالص، عشان لو حطيت فلفل في الاول وجيت فلفل في الاخر هيبقى حراق قوي، وممكن يبقى عندك اطفال صغيره ما يتحملهوش. رشه كده خفيفه على كل بيضه عشان زفرة البيض. واقلبه كده تقليبه صغيره اهو ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده هغطيه بالغطا يتسبك كده بقى ويستوي مع نفسه. وناكل احلى بيض بالطماطم، سهل وخفيف واقتصادي ولذيذ. وجبه غذائيه متكامله. هتحطي معاها جبنه على طماطم يمشي زي ما قلت، بطاطس محمره، فول، طعميه، حسب كان فطار ولا غدا ولا عشاء انت هتظبطي الدنيا معاه. وتاكلي ولادك احلى وجبه فيها كل العناصر الغذائيه. البيض بتاعنا خلاص اهو ما شاء الله استوى وبقى زي الفل. لو حابه ترشي رشه بقدونس على الوش كمان حطي، مش مشكله برضه، هيعلي التيست. يعني حسب مزاجك.
ما شاء الله اللهم بارك كده. البيض بتاعنا استوى وبقى جاهز على الاكل. هتقدميه بألف هنا وشفا. على صحتكم ولكم. بس يا حبايبي ما تنسوش اهم حاجة، لو عجبكم الفيديو الدعوة الحلوة اهم حاجة، واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميلة، وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، واللي مشتركش في القناة يشترك، وشيروه لحبايبكم واصحابكم عشان يعملوه لولادهم، خصوصا دخلنا على المدرسة. والسلام عليكم ورحمة